يا صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين. يا رب تكونوا بخير في الأجواء اللي احنا فيها دلوقتي حالا. طبعا احنا قمنا الصبح كده نايمة في أمانة الله، مفيهاش اي حاجة. لقيت امي بتقولي اصحي 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 على جرس الباب. في إيه يا حاجة جاية بدري كده يا حاجة، مالك يا حاجة؟ قمت يا ولاد فتحت القرآن وببص في الشنطة اللي هي بتدهاني، لقيت لك اللهم صل على النبي فرختين حلوين بلديتين كده متربين من تربية امي، وبتقولي نضفي يا ماما حرام عليك. طب نضفي انتي. تقول لي يا اختي وانا مالي، وانا اللي هاكل؟ نضفي انتي. المهم سخنت لكم شويه ميه ومسكتها كده نتفتها وظبطتها، ببص في الشنطه لقيت لكم ده فيه فرخه من الجمال. لا هو انا لسه هفك، انا هطبخ الطازه. طب هتكفي يا بنتي يا ايه؟ هتكفي باذن الله. صلوا على النبي كده وانتوا بتمدوا ايدكم في الاكل، والاكل هيكفي وهيفيد وهيبقى الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. ونقول ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هتقولي بتنضفي قدامنا وحزيع بس بنقرف؟ لا يا حبيبتي ما تقرفيش، انا بعلم البنات الصغيره الجميله اللي بيتفرجوا عليا وبيحبوني وبوريهم احنا بننضف ازاي. شفتوا يا بنات؟ خليتها لكم فله شمعة منور. لسه هشطفها شطفه حلوه كده ونخلص كل اللي ورانا ونولع عن اكل ونقول بسم الله. وبسم الله كده خلصتها وظبطتها ونضفت قلبها وقلت لها تعالي كده امختك مرشتين 3 تحت الميه وعصرك عصرتين ودعكك دعكتين. ومسكتها غسلت قلبها كويس وانضف من تحت الجلد واشوف من تحت الباط واشوف من هنا واشوف من هنا واشوف الزور. المهم عشان امي طبعا بتتفرج عليا، لو لقيتني ما جبتش من الورك لحد الفخذ وبصيت من جوه لحد الزور هتزورني يعني. فاتأكدت كويس قوي ان الفرخة 100 وجميلة وما فيهاش اي حاجة غير ان هي تبدأ تتشوح بقى عشان نلحق الغدا، عشان احنا اللي هنتشلوح ان شاء الله. خلاص الدنيا زي الفل. زورك حلو يا ست الكل؟ تقولي اه. نضفت يا ست الكل؟ تقولي اه. اقول لها تعالى اما ادعكك بقى بالليمونة. جبت لي ليمونتين حلوين وقلت لها تعالي بقى اما اروق عليكي، ومسكتها عصرتها وخليتها زي الفل. تقولي لي حط عليها خل، اقول لك لا. دعكايه حلوه يا شطوره يا صغننه انت يا لسه بتتفرجي عليا كده يا كتكوته بالليمون. فرخه نضيفه وجميله وزي الفل اهي، وانت لسه طبحها طازه فمش زفره بقى ولا اي حاجه، ده انت اللي منضفاها بايدك. فعايزه دعكه ليمون كده وممكن تحط عليها معلقتين ملح بنقعه ميه بسيطه لحد ما تجهزي حلتك ويلا نشوح. بدعك من جوه بدعك من بره، ببص في اي حاجه لو فيها حاجه كده ولا كده اهو. احنا مع بعض برضو. حلتي كده على البوتاجاز ونحط فيها معلقتين زيت عشان نولع. طب بتشوحاها بايه يا يوكا؟ بتشوحاها بايه يا يوكا؟ بحط لها فص مستكه وفص حبهان وورقه لوري، بس بلحق بسرعه قبل ما ورقه اللوري تتشلوح وتشلوح لنا الشوربه. في ثواني وادي البوتاجاز اتعك واتبهدل واتحمل وبقى تعيط وقال يا خساره غسيلي في البوتاجاز. طب احنا هنعمل ايه تاني؟ هنجيب الخضار بتاعنا ونقشره. ده انا هعمل لكم النهارده صينيه بطاطس ولا يا ولا مفيش بعد كده. على رأي ام خالد كتري كتري، وانا بقى قلت اما اكتر في البطاطس عشان هو بيحبها، وانا اكتر في الكوسه علشان انا بحبها. يعني هو انا اعمل له اللي بيحبه وما اعملش لنفسي اللي انا بحبه؟ مش كفايه المرمطه اللي احنا فيها دي؟ قعدت اقشر في البطاطس واظبط فيها. الصراحه كانت البطاطس حلوه كده وصغنونه، بس المقشره اللي انا بقشر بها دي كانت هتشلني، ويا خساره مقشرتي اللي انا رميتها في الزباله وانا مش واخده بالي، جاتني خيبه. المهم نقشر 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 عشان ايه؟ عشان نوضب الاكله. تعملي صينيه البطاطس ازاي؟ هقولك عشان ايه تسمعيها مره واتنين. نقشر البطاطس، هحط فيها كوسه، هبشر بصلايه او بصلتين حسب ما بتحبي البصل، تحطي فيها معلقه توم وبنحط عليها ملح وفلفل وكمون. في ناس بتحط كزبره، في ناس ما بتحطش، في ناس بتحط فلفل بس، في ناس ما بتحطش، والله كل واحد وحسب حب. بتمرطيها مرطه حلوه قوي كده مع مرقايه حلوه حسب برضو اختيارك. في ناس بتعملها في البيت انت وذوقك. وبتقومي جايبه البطاطس عفوا ومرطها مع بعضها كده
وتقومي ايه هي حلوة، وتقومي جايبة هتحطي فيها لحمة، هتحطي فيها فراخ، مش هتحطي فيها حاجة، يبقى انزلي عليها بصلصة الطماطم واديله تقليبة، وظبطي ملح وحطي له رشتين كده زيت او معلقتين زيت، ويلا بينا على النار. انا قلت لكم قبل ما اعملها وهرجع اعيدها معاكم تاني، طبعا بقشر البصل اهو، وهجيب المبشره بتاعتي العسل. المبشره ده انا بحبها، لا تقولي لي بقى مبشره سيليستين ولا مبشره مش عارفه جايه منين، انا المبشره دي بتعجبني. هحط معلقه التوم الجميله بتاعتي اهي. تعرفوا ان فيه ناس ما بتاكلش صينيه البطاطس بتوم، وفي ناس ما بتاكلهاش ببصل، بتعملها توم بس. يعني سبحان الله، انا بستغرب الناس دي كلها. قولوا لي بقى انتوا في الكومنتات بتاكلوها ازاي، وبتعملوها زينا ولا ليكوا طريقه تانية مختلف؟ طبعا هو ما بيحبش الكوسه، فانا حطاها في الصينيه، بس لما اجي وقت الغرف هغرف له بطاطس واخد انا الكوسه لنفسي. هو طبعه كده سبحان الله، ما بيحبش الكوسه زي ما انتوا ما بتحبوش حاجه في صينيه البطاطس. حطيت معلقتين زيت، وجبت ورق الفويل بتاعي اللي خلص والحمد لله، ويا رب يدينا فلوس ننزل نشتري غيره. المهم دخلت فين يا آية، حطيت لك صينيه البطاطس بقى على النار وشوحت الفرخه. قلت ما ادخل اطبق البطاطين، ما امي بقى مصحياني من بدري يا ولاد، والدنيا ملحوسه ومهلوسه، وبتقول لي انت عامله ليه كده؟ قلت لها كنت شايله السجاد وقررت اغسل المفارش واوضب الارضيات والمعها، وما لحقتش اخلص وقلت هكمل بكره. طب قومي قومي، هو انت لسه نايمالي؟ يلا شوفي بيتك وشوفي حالك. وقيمتني في عز السقعة، والواحد بردان وتعبان ونفسه ينام عشان يخلص اللي وراه. خلصنا اوضه العيال ورجعنا مطبخنا اللي ما بيسيبناش ولا يفارق قلبنا، وولعنا على الرز، غسلنا الرز وطلعنا الفرخة وشوحنا الشعرية. الراعي الرسمي في البيت عندنا تطبخي لهم رز ابيض، او انت ما عندكيش شعريه في البيت ولا ايه يا وليه؟ طب يا عم الحاج، ما عادي يعني مره في الحياه نطبخ رز ابيض. لا، اعملي لنا رز بشعريه، الراعي الرسمي لحياتنا اليوميه. فكلنا بقينا بنحب الرز بشعريه وما بنقدرش نستغنى عنه، والموضوع مش هيفرق كتير. هنا طبعا احباب الله اللي مطلعين عينينا اجوا جنبي، فطلعت عينيهم ومشيتهم. جبت شويه كزبره وحطيتهم في صينيه البطاطس، تقولي لي اقول لك بحبها. ورجعت تاني للغلب والشقه، ورحت اشوف الصاله اللي كانوا مطلعين عينها اكتر ما هي طالع عينها، ومتشال منها فرشتها ومتمرمطه معايا. فقلت وضبها كده لحد ما نشوف احنا هنفرش السجاد ده امتى في السقعة والتلج اللي احنا فيها دي. وده كان عقابي عشان تبقي تشيلي فرشتك تاني وتعملها فيها نصحة وتفششي. وطبعا المفارش دي كلها تتشال تتغسل دلوقتي، والحاجة اللي انتوا شايفينها عمالين اطبق واشيل واحط كل ده يروح عند الغسالة دلوقتي. بس ايه، ادي انا بروق. وقلت اما ارتبها ترتيب خفيف كده وارجع تاني لمطبخي اللي مش هيقدر يسيبني ولا انا اسيبه، ده حبيب قلبي، ده حبيبي، وروحي روحي روحي روحي. المهم رحت احمر الفرخة بتاعتي اللي مالها كده ما تفهميش هي متشددة ولا متشلوحة، ما تعرفيش. وانا بحمر الفرخة الغسالة بتاعتي تزمر. طبعا الغسيل اللي انا بقول لكم كله هيتغسل، كله هيتغسل دلوقتي حالا، كله مرمى على الارض بيتغسل. طلعته ونشرته قلت الحاج صاحب البيت قال لي واحنا مش هنغرف بقى في اليوم ده ولا لا؟ قلت له لا طبعا، ده الاكل جاهز على الترابيزه يا عم الحاج، على كل. اشوفكم في فيديو جديد ولايك جديد، ما تنسونيش. باي.